Patriot. The phased array. صواريخ من العراق واليمن وسوريا تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة. صواريخ يمنية نحو سفينة حربية أمريكية. الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا أمنيا عالميا ليتعرض عدد من القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق إلى هجمة عنيفة بالطائرة المسيرة والصواريخ. وأعلن البنتاغون عن تعرض قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لهجوم جديد والثالث من نوعه خلال 24 ساعة بطائرات مسيرة وصواريخ. وأفادت مصادر أمنية لوكالة رويترز أنه سمع دوي انفجارات قوية داخل القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار غرب العراق، وتستضيف قاعدة عين الأسد قوات أمريكية وأخرى دولية. فقد استهدفت القوات الأمريكية داخل القاعدة بهجومين منفصلين بطائر الأمريكي من اعتراض الطائرة المسيرة المسلحة. وكانت جماعات مسلحة متحالفة مع إيران هددت الأسبوع الماضي باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات إذا تدخلت واشنطن في الحرب الدائرة في المنطقة. وأعلن البنتاغون أن المدمرة USS كارنيا أسقطت 3 صواريخ وعددا من المسيرات أطلقها الحوثيون من اليمن. وأعلن في اليوم نفسه باستهداف قاعدة أمريكية داخل سوريا بمسيرات تم تدميرها، ما أدى لوقوع إصابات طفيفة في صفوف قوات التحالف. وفي البيان نفسه أعلن البنتاغون أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا بعد الهجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا، ولدينا القدرة على الدفاع عن مصالحنا في المنطقة وردع أي تصعيد إقليمي أو توسع للصراع. وأعلن مسؤول أمني في البنتاغون: ما زلنا نعمل على تحديد المسؤول عن الهجمة.